ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. الشعر ده انا كنت بعمل له معالج. وبعدين الشعرية كانت يا بنات ضعيفة جدا، وكانت متهالكة، وكانت صاحبتها كانت عاملة لها كذا لون صبغة على بعض. يعني حابة تصبغ اسمر، ومن الاسمر للون اللي هو الاحمر. فطبعا سحبت قبل اللون الاحمر، عملت سحب لون. فشعرها جاب الالوان بقى اللي هو ايه، قزح كده. جابت بقى الالوان كلها كذا لون: احمر، على نبيتي، على اصفر، على نحاسي، على اورنج اللي هو اللون البرتقاني، على اسمر صبغه سمرة برضو. يعني خلت الشعر كله ما شاء الله فيه كام لون كده. والشعريه بقى ايه، بقت تلفه بمعنى الكلمه، اللي هي بقت الشعريه تعبانه وما عادش فيها صحتها. يعني ايه، صحتها تعبت. يعني الشعريه ما عادش فيها كده اي حيويه، ولا فيها، ومقصفه وتعبانه. فقالت لي انا عايزه اشيل الالوان اللي هي الكتير اللي فيه. سحبت لها كذا كذا لون كده، كذا حاجه مع بعض، عشان اوصل للدرجه اللي انتوا شايفينها دي، اللي هي البني. ووزعت لها عليه بروتين معالج، بروتين بنسبه ترميم، وبنسبه ترميم برضو عاليه. علشان ايه؟ عشان تداوي التلف اللي في الشعريه، وتداوي برضو التقصف اللي في الشعريه وكده. فاحنا حبينا ان احنا نزود شويه في الترميم، وبرضو مش لدرجه ان احنا نبرد نسبه البروتين اللي في الشعر. المهم نسبه البروتين اللي هي تعالج الكسره اللي في الشعرايه. المهم ده انا كده وزعته، وسبت ساعه كده على الاقل، وبوزع الوقت الشعر كده اللي هو ايه، بحاول ان انا الفه كده اجزاء، عشان الشعر تلف جدا يا بنات، ومقطع ومقصف، وفي حتت كده قد عقلة الصابع وقد صبعك، واطول من صبعك شويه. يعني في حتت كده ايه كتير، من كتر الصبغات اللي هي بتعملها، اللي هي بتلعب في شعرها بطريقه غلط طبعا. فانا بنصح اي حد ما يعملش حاجه في شعره الا اذا ان كان فاهمها وعارف هي بتعمل ايه، والنتيجه بتاعت اللي هو نتيجه اللي هو يعمله ده نتيجته ايه. يعني انت ما تعمليش في شعرك، ما تشتغليش في شعرك وتبوظي الدنيا وتبوظي شعرك. فده غلط. يعني ده يعني احنا ممكن انت شعرك ينزل يقع بمعنى الكلمه، ما عادش تعرفي ترجعيه تاني. شايفين بقى الشعريه، شايفين طول ايه. فهي طبعا هتختلف مع البروتين كتير، بس اللي كل انا عايزه اوصل له اللي هو اوصل لشعر صحي وحيوي ولامع، ومفيش فيه كسره، ومفيش فيه تقصف، ومفيش فيه سقوط. ده كل اللي يكون كل هدفي، اوصل النتائج دي. هو شعر ماهوش تقيل قوي، متوسط، بس لازم ان انا عملته 4 اجزاء، عشان الشعر الحتت الصغيره زي ما بقول لكم اللي فيه لازم كان الواحد يبقى مخلي عينه في وسط راسه كده. عشان ايه؟ عشان ما فيش شعريه تروح مع اللي اتعمل مع اللي ما اتعملش. عشان زي ما بقول لكم كده صغير وقصير، وممكن يخشوا في بعضه، فاجي اغسل الشعر اتفاجئ بشعر لسه ما اتعملش، بعد شعريه كده ايه تخش تسرق مني، تخش في الشعر. فانا كان لازم اكون حذره قوي، ان انا بحس ان انا اجيب نتيجه كله في الشعر نتيجه واحده. طبعا برضو تعبت على ما سحبت اللون. الالوان اللي فيه كانت الوان بجد وحشه قوي، والحمد لله سحبتها. وعايزه اقول لكم كمان، بعد ما عملت البروتين لقيته فتح الشعر كله، فتح تاني. فابتديت ان انا احط كمان نفس اللي انا حطيته في الاول، سحبته تاني بعد البروتين. وطبعا كله باكسجين 20، عشان اكسجين 20 ما بيبوظش الشعر اهو بعد ما اتعمل البروتين. ده بعد ما اتعمل البروتين اهو، وانا بنشفه وغسلته بشامبو وبلسم. طبعا عشان انا عايزه اغذي الشعرايه، عايزه اعوض الاحماض الامينيه اللي وقعت من الشعرايه، عاوزه اعوض التلف اللي في الشعرايه، عايزه اغذيها، عايزه احس ان الشعرايه معايا قويه وناعمه، ومفيش فيها نشوفيه ولا هيشان ولا حاجه. فشايفين الشعرايه بقت جميله بجد. الحته اللي في النص اللي اصلا كان كله شعرايه عباره عن قد صباعي بس. حاولت ان انا اسيطر على الالوان على قد ما اقدر قبل وبعد البروتين. الالوان الحمراء يعني اكيد كل الناس اللي شغاله او الناس اللي عندها فكره
اللون الاحمر ده صعب اصلا ان هو يستحب، اللون الاحمر صعب ان هو يستحب للشعر. فالحمد لله ان يعني جبت لها لون احسن من اللي هو اللون اللي كان معاه كتير، اللي هي حتى تقدر تتعايش معاه وتقدر تبص في المرايه كده. انما الالوان التانية كانت الوان مقززه للغايه، وكانتش تقدر ان هي تتعامل مع، يعني مش كانتش حابه شكلها، ولا كل اللي في البيت كله حابين شكله. فهو دلوقتي احنا وصلنا لالوان حلوه، ومن تحت كده كان زيتوني، ومن فوق بقى اللي هي درجه النحاسي اللي انتوا شايفينها دي، في اللي هي درجه الاسمر اللي عاته ببني كده. والحمد لله الشعريه زي ما انتوا شايفينها كانت نشفت ولامعه وطريه، ومفيش فيها اي حاجه من اللي كانت في الشعر، لا متقصف ولا تالف ولا مقطع ولا مقطم ولا واقف ولا اي حاجه. ما شاء الله الشعر كله سويته برده بعد ما خلصت، سويته بالمقص وخليته كله طول واحد، وبقى ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده بجد، يعني بجد يتغير تغيير كامل وشامل للشعر. وهي اصلا كانت مبسوطه بيه برده الحمد لله. طبعا هي لما جيت لي يعني فهمت منها الاول انت عامله في شعرك ايه، وازاي وصلت لدرجات كل الدرجات الالوان دي، ازاي جبت كل الدرجات الالوان دي في شعرك، وعملت ايه بالظبط، وليه التقصيف، وليه حته شعرك مقطع فيه حتت كتير ماهوش مظبوط وكده. فطبعا هي فهمتني، وبناء عليه عرفت اتصرف واتعامل مع الشعريه ازاي، وبرضه وصلت النتيجه اللي انا عايزاها واللي هي برضه كانت عايزاها. الحمد لله النتيجه مرضيه. بتمنى لاول مره تشوفوا القناه وتتابعوني، بتمنى تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس وتعملوا لايك عشان يوصل لكم كل فيديو بنزله. بتمنى تدعموا القناه وتشيروها كده لكل اصحابكم وحبايبكم، ولو عندكم اي سؤال او استفسار انا في انتظاركم، والسلام عليكم.